السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى انكم تكونوا بخير ومرحبا بكم في فيديو جديد. الحمد لله على نعمة المغرب، البلد الوحيد اللي ما يجيكش فيه الملل. ديما عندنا الجديد وعاهة تنسيك في عاهة، ومصيبة تلاهيك على مصيبة. غير هو هاد المصائب اللي كيخرجوا لينا على غفلة من الجنب ما كنكونوش موجدين لهم باش نستقبلوهم كما يجب. اييه، هو شنو الحل؟ الحل هو انه خاصنا شي واحد اللي يولي يقول لنا المصيبه قبل ما تجي، ماشي كيعلم الغيب استغفر الله العظيم، غير زعما يولي يقول لنا الحاجه قبل ما توقع. اشنو خاصكم العريانين؟ خاصنا شي واحد يولي يقول لنا العام خايب ولا زوين. إذا ضيف السام في حلقة اليوم هو المنجم ودكتور الفلسفة الأستاذ عبد العزيز الخطابي. مرحبا بك. مرحبا. المهم الخوت، باش ما تلفوش، هاد خونا هذا هو ليلى عبد اللطيف ديال المغرب. بحال الا حنا في المغرب ناقصين البلايص ديال الشرك والعياذ بالله. 2024 ومازال شي ناس معشعش عندهم الجهل في الدماغ ديالهم، كيشعلوا شي شمعه وكيمشوا لشي ضريح وكيبداو يبوسوا في القبر وفي القنات ديال البيت. الله يعطينا بركتك مولاي عبد القادر الجيلاني. ما قدهم فيل زادوه ديناصور. ما بقاش قادنا حنايا نبوسوا القبور وندبحوا الفراج كحلين. حنا غنمشيو للسطاج ديال الوحش وغادي نجيبوا شي واحد يولي يقول لنا المستقبل شنو غادي يوقع فيه. وامي واش ندبهك ولا هك؟ فرعون قال القوم ديالو انا ربكم الاعلى. هذا فات ديك المرحله ولا باغي هو يدير المهام ديال ربنا الاعلى؟ استغفر الله العظيم. حنا ماشي البحر اللي غادي يهيج علينا، لا حنا القمر غادي يصبر تاعيو وغادي يوعدنا. هي سير اخويا المنجم كمل. مهنه بالنسبه لي انا بحال مثلا تنعتمدوا على الخرائط الفلكيه. كل واحد تيبغي يدير الخريطه ديالو المستقبليه. إذا تيبغي يعرف المستقبل ديالو. تنصايبوا الخريطه الفلكيه ديالو. ها انتم الخوت اللي بغى يعرف المستقبل ديالو يمشي عند السير خطابي. البنات اللي كتبغي شي واحد ولا مصاحبه مع شي واحد وبغات تعرف واش غادي يتزوج بها او لا، تمشي تصايب الخريطه الفلكيه ديالها. ما تبقايش غاديه جايه معاه في الزناقي حتى الاخر ويسوسك. سيري عند الخطابي يقول لك اشنو كاين، ورجعي عند خونا وقولي ليه باي باي يا ولد الحرام كنتي باغيه تفلى عليا. ولا قال لك باش عرفتيها قول لي قالها لي سيدي ربي. بغيت نقول السير خطابي. استغفر الله العظيم. حق الرب لو ولينا كنعيشوا في اخر الزمان. وعمر بن الخطاب كشاف الناس كيصلوا تحت الشجره اللي تمت تحت منها البيعه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاف للناس يولي عندهم داك الشيء عرف وعاده وتقاليد وهو يقطعها. وحنا هكاك بلا حشمه بلا حياه هاد خونا كيقول لك كندير خريطه فلكيه للناس اللي بغا يعرفوا المستقبل ديالهم. ايوا على هذا الحساب بنادم الا بغى يصطم في شي مشروع يجي عندك انت هو الاول يسولك واش داك الشيء غادي يصدق ولا لا بلا ما يخسر فلوسه. شديتي القران والسنه ودرتي ليهم طق وانت تلوحهم في الواد. الله سبحانه وتعالى امرنا باش نتوكلوا عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اعقلها وتوكل. جيتي انت ختمتيها. الخارطه الفلكيه اللي بغى يعرف المستقبل ديالو لا غلا على مسكين. اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. هي زيد كمل السير المنجم العظيم تنعرفوها فين غادي تخرج معك اليوم. الغيب اللي عند الله سبحانه وتعالى هو الغيب المطلق. اوكي. واللي عند عباده هو الغيب الجزئي ماشي المطلق، يعني الجزئي. بالدارجه المبسطه اخوتي اللي بغى يقول هذا السيد هذا هو انه الله سبحانه وتعالى كيعرف الغيب المطلق او الغيب الكامل. كيعرف ربي اشنو غادي يوقع من هنا للدقيقه، من هنا للساعه، من هنا لغدا، من هنا لبعد غدا، من هنا للحياه الكامله. هاد خونا هذا ما كيعرفش الغيب كامل، كيعرف غير شي حويجات. مثلا الا جيتي عنده وقلتي لي اشنو غادي يوقع لك غدا ما غاديش يعرف، ولكن الا قلتي لي اشنو غادي يوقع لك من هنا ل 10 سنين او ل 20 عام غادي يبدا يفتي عليك تما، حيت 10 سنين ولا 20 عام هي واحد المده اللي طويله. شكون هذا اللي غادي يتسنى واحد المده طويله باش يتاكد من الهضره ديال هاد خونا هذا واش بصح ولا كذوب؟ بحال الشكل ديال الشوافات. هادشي اللي قلت لك غادي يوقع لك غادي يوقع لك. وامتى؟ نقول لك 5 ايام، نقول لك 5 شهور، نقول لك 5 سنين. احيانا الله حتى وقع لك داكشي مزيان، ما احياناش الله حتى وقع لك داكشي حتى هي مزيان. وكانوا الناس مثلا ملي تيكونوا غادي في السفن ما كانش ساعه لا لي ماشين ولا الالكترون ولا والو، باش كنتو داخلين يمشيو بالنجوم. يقول هذيك النجمه ديال القطب الشمالي غادي يمشيو للشمال تيقبطوا نجمه الشمال، غادي يمشي للجنوب تيقبط النجمه ديال الجنوب، غادي يمشي للغرب غادي يقبط النجمه ديال الغرب. دابا دخلت عليكم بالله اخوتي اشنو جاب واحد مقابل واحد النجمه كاينه في السماء، كاينه في مثلا في الجهه ديال الشرق ولا في الجنوب ولا في الغرب، باش يحدد بها الاتجاه اللي غادي يمشي فيه،
بالعلم ديال التنجيم. واش دابا انا مثلا الا هزيت راسي للسما ولقيت الشمس فوق راسي، واش خاصني نكون منجم عظيم باش نعرف باللي راه الوقت ديال الظهر هذاك؟ واش الا بانت لي الشمس قربات تغرب، واش خاصني نكون منجم عظيم او لا عالم باش نعرف باللي راه حنا بدينا كنخرجوا من الوقت ديال العصر وكندخلوا في الوقت ديال المغرب؟ علاش كتستحمروا الناس؟ علاش؟ وهذيك خيتنا الحلقه كامله وهي كتحرك في راسها. زعما راني فاهماك اش كتقول، غا كمل. وهي والله ما عارفه اش كيقول، ولكن حيت هو جالس بهذه الطريقه هذه وكيحرك في يديه كيبان لها باللي راه انسان مفكر ومثقف وعالم وعنده ما يقول. اما كون كان شاد شي كارو في يديه، ويلي ويلي بوك كنت داها بحويجه. زيدنا سي المنجم العظيم الا مازال عندك شي حاجه. علاش؟ لان علم التنجيم هو من اقدم العلوم في التاريخ البشريه. حتى يوسف عليه السلام، يوسف ملي مشى بلا ما نحكيو لك القصه كامله، ملي الاخر حلم مثلا الرؤيه ديالو، شاف ان مثلا 7 سنابل، سبعه مثلا 7 سنابل امره و7 اخرى يابسه. اوكي، ما عرفوش الاخرين كيفاش ما عرفوش التاويل ديالها، ما عرفوش يعني التاويل ديالها. قالوا شكنا هو، قالوا راه كاين واحد يوسف راه في السجن كذا، جابوه حللها لهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باش نبينوا باللي هاد خونا هذا غا كيخربق وباللي ديك اختنا غير كتحرك في راسها، من لحيتو غنلقموا ليه. مادام انك قلت يا سي المنجم ان العلم ديال التنجيم هو اول علم في التاريخ، علاش المنجمين اللي كانوا عند الملك ديال مصر ما قدروش يفسروا ليه ديك الرؤيه اللي شاف؟ ازمتك في هذه الشعيبيه. انا غادي نقول لك علاش وانت راك عارف. الجواب هو انه العلم ديال التنجيم كامل غتخربيق في تخربيق. اش من علاقه عند النجوم بيا انا باش تعرف المستقبل ديالي؟ كيف ما جيتي فكرتي فيها ما غاديش تدخل لك دماغك. على هاد القبال انا الى مت، حتى النجوم اللي عندهم علاقه بيا خاصهم يطفاو او لا. ثاني حاجه وهي علاش يوسف عليه السلام قدر يعرف التفسير ديال ديك الرؤيه، حيث بكل بساطه يوسف عليه السلام ما كانش منجم. يوسف عليه السلام ما كانش عنده محل وكاتب في الباب ديالو يوسف لتفسير الاحلام وصنع الخرائط الفلكيه. يوسف عليه السلام اخوتي 3 ديال الرؤى اللي ذكر الله سبحانه وتعالى في القصه ديالو. الرؤيه الاولى واللي شافها يوسف عليه السلام براسو، وهي منين جا عند باه وقال ليه يا ابتي اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. ويوسف براسو ما عرفش التفسير ديال الرؤيه. والرؤيه الثانيه هي اللي شافوا دوك الجوج في الحبس وفسرها ليهم. والرؤيه الثالثه هي اللي شافها الملك تاع مصر واللي حتى هي فسرها ليه. وفسرها ليه ماشي حيت هو منجم ولا كيفهم في التفسير ديال الاحلام، فسرها ليه حيت الله سبحانه وتعالى هو اللي وحى ليه بالتاويل ديال ديك الرؤى. وقال سبحانه وتعالى على لسان يوسف عليه السلام: ذلكما مما علمني ربي اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره كافرون. يعني الله سبحانه وتعالى هادشي هو اللي علمه ليا، ماشي مشيت كنحسب في النجوم وفي الكواكب. هضره خاويه هذيك، ما كاين لا برج الدلو لا برج السطل لا برج الاسد لا برج الكلب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قد كان فيما مضى من قبلكم أناس محدثون، فإن يكن في أمتي أحد منهم فهو عمر. صافي سدات مدام. عمر رضي الله عنه مات منذ مئات السنين، يعني أنه كل من يدعي أنه يعلم الغيب أو أنه عراف أو أنه كاهن أو أنه منجم أو أنه شوافة فهو كاذب. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أتى منكم عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وماني عليها كون كانوا هاد المنجمين وهاد الشوافة كيشوفوا نيت يشوفوا لراسهم وينقضوا راسهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا تقبض أرواحنا إلا وأنت راض عنا يا رب. وحتى هنا الخوت غادي يكون سير الفيديو ديالنا. ما تنساوش تابوناو في لاشين وديروا لايك للفيديو، ونشوفكم في الفيديو الجاي. الله يعاونكم.